السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غادي نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما كتشاهدوا معايا في الفيديو اليوم غادي نشارك معكم العجينة ديال البطبوط، واحد العجينة اللي ناجحة مليون في المية واقتصادية، أهم حاجة اقتصادية. كما متعودين معايا في كاع الفيديوهات اللي كنشارك معكم حويجات اللي اقتصاديين وناجحين. كما كتشوفوا معايا درت هاد البطبوط هذا الصغير، كنحضروا واحد الكميه هكا وفيره وكنديروها في المجمد. وقت ما احتاجيناهم كنجبدوهم وكنعمروهم بالحشوه اللي موجود عندنا في الدار. اليوم غادي نشارك معكم غير العجينه، ومن بعد الفيديو الجاي ان شاء الله نشارك معكم الحشوه. كما كتشوفوا كيجيو مفشفشين وخفاف. هانتوما غادي نحل معكم وحيده هنا تشوفوها كيفاش كيجيو من الداخل، كيجي خفيف ومفشفش وخاوي من الداخل. كنتمنى تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. هانتوما البنات بالنسبه للمقادير عندي هنايا درت انا بزلافه باش يجيكم ساهل. عندي الاخر ولكن بغيتش نعبر، كاين اللي ما عندوش الميزان. المهم درت بزلافه. عندي جوج زلايف نتاع الدقيق ديال الفورس وزلافه ديال الفينو. صافي هادشي اللي فيهم. غادي نديرو هنا واحد الحفيره. غادي ندير معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ولا على حسب، المهم على حسب الجو كي دايروا، ولا جوج معالق صغار ديال الخميره ديال الخبز. دابا الجو شويه بارد، الا كان الجو سخون كديروا معلقه صغيره، كان الجو بارد كديروا معلقه كبيره. غادي ندير معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ومليحه بطبيعه الحال. الملح على حسب القياس ديال كل واحد، قياس ديال الملحه. صافي وغادي نعجنهم ميها دافيه. هانتوما معايا، هانتوما البنات كما قلت لكم كنعجنهم ميها دافيه، ونبقى نخلط شويه بشويه كما العجينه ديال الخبز. ساهلين، انا ما كندير فيهم لا حليب لا حتى شي حاجه، كندير فيهم مليحه، خميره، شويه ديال السكر سنيده. المهم بحال العجينه ديال الخبز، كيجيو زوينين شهوه منهم. كما قلت لكم ما فيهمش كثرت المقادير وكيجيو شهوه منهم، كيجيو خفاف. العجينه ديال البطبوط راه معروفه كما العجينه قلت لكم ديال الخبز، غير هي كنربيوها خفيفه شي شويه. المهم انا هنا غادي ندلكها مزيان، خاصها تدليك. بالنسبه اللي عندها العجانه ديرها في العجانه من الاحسن، كتدلك مزيان. انا هنا غندلكها مزيان ونديرها في بلاستيك غذائي ونخليها كتخمر حتى داك القضيه ديال كنديروها في بلاستيك كتزيد تدلك راسها بيديها. ها نتوما القوام ديالها ما خفيفه ما قاصحه. عاد غادي نزيد ندلكها غتطلق. المهم هانتوما معايا، هانتوما خوتي من بعد ما عجنتها ودلكتها مزيان، هانتوما كيطلقت راسها. العجينه مطلوقه، جبت بلاستيك غذائي دهنتها بزويته العجينه، وغادي نديرها في هذا البلاستيك ونخليها. غادي نخليها واحد، بغيتو تخليوها حتى يضاعف الحجم ديالها عاد تخدموها، خليوها. بغيتو تخليوها ترتاح غير واحد شويه، انا كنخليها واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه هكاك وكنخدمها. عاود باش نخليها تخمر هكا، من بعد ما نخدمها نخليها تخمر. صافي دابا غادي نخليها ترتاح ونطلقوا. هانتوما البنات هنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه، هانتوما كيف كتشوفوا ما خليتهاش حتى خمرات. المهم ارتاحت واحد 20 دقيقه هكاك كما قلت لكم، وقسمتها هكا على 3 وغادي نطلقها بالمدلك. بغيتو تقطعوهم غير هكا كما كنديروا المسمن، تقطعوهم غير صغيورين وتكرصوهم. بغيتو هكا تطلقهم كما غندير لهم انا بالمدلك، انا كيجيوني ساهلين. كنطلقهم بالمدلك وكنقطعهم بهاد القطعه هذه.
نتوما اللي عندكم. المهم انا بغيتهم غير صغار، غير بهذا الحجم هذا. ها نتوما كما كتشوفوا هنا طلقتها بالمدلك. اسمحوا لي على الصوت، راه واخده شويه د البرد، مريضه شويه، هاد الريح راه فايته على كلشي. المهم كما قلت لكم ما تكونش رقيقه بزاف، ما تكونش غليظه. ها نتوما وغادي نقطعها بهاد القطاع هادي. انا بغيتهم يجيو غير صغار، نتوما كتحكموا في القياس اللي بغيتو، ديروهم صغار كبار متوسطين على حسب الحجم اللي باغيين. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله، وغادي نفرش لهم واحد الزيف ونغطيهم ونخليهم حتى كيخمروا. المهم كتحسوا بهم بلا خمروا. ها نتوما وعاد نطيبوهم. هنا من بعد ما خمروا الطبيطات ديالنا كما شفتوا معايا، المهم خليتهم واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه ماكسيموم، ودزت هكا كنطيبهم. كما كتشوفوا معايا عندي انا هاد المقله هذه اللي عندها جوج ديال الوجوه، هي اللي غنطيب فيها. هكا ما كياخذوليش الوقت بزاف، كنطيب واحد الكميه كثيره في وقت واحد. المهم نتوما الا عندكم المقله ثقيله ديال الحرشه فيها كطيبوا، ولا المقله اللي كطيبوا فيها الطبيطات ديالكم. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كيتنفخوا كيجيو مفشفشين منفوخين. عاد انا درت العجينه رقيقه ما خليتهمش غلاظ. هاكو شفتوا ملي طلقتهم بالمدلك العجينه ما خليتهاش غليظه، بغيتهم يجيوني خاويين من الداخل وفي نفس الوقت غير رقاق. صافي غادي نستمر كما كتشوفوا معايا هكا، غير كنديرهم في المقله، كنخليهم واحد شويه وكنقلبهم قبل ما يتحمروا من الجهه التحتانيه، كنقلبهم باش هكا كيتنفخوا. كما قلت لكم غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله بالطياب ونتلاقاو مع الشكل النهائي.
ها نتوما خوتي، هنا من بعد ما كملنا الطياب ديال البطبوط ديالنا كنقدموه بالصحه والراحه. نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي. هذاك القياس كيعطينا واحد الكميه كثيره، عطاني هنا واحد 50 حبه تقريبا. كتحتفظوا به في المجمد، فوقاش ما احتاجيتوهم كتجبدوهم توجدوا الحشوه ديالكم كتعمروهم، كيجيو بنان كما كتشوفوا، كيجيو مفشفشين وخاويين من الداخل. غادي نحل معكم هنايا وحيده تشوفوها كيفاش جات من الداخل. هانتوما كيجي خاوي من الداخل ومفشفش. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوناش من الاشتراك في القناه اللي مازال ما مشتركش، ودعمونا بواحد اللايك وتعليق زوين. شكرا للمتابعه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. عواشركم مبروكه.